السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، يا رب تتابعونا وتشاركوا معانا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هنا بقى عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ومولد النبي سعيد كده يا رب، عقبال كل سنة. هنا انا حبيت انزل واشارككم بقى ان احنا نشتري مع بعض كده حلاوة مولد النبي اهو. بصوا ايه رأيكم بقى، منزلين ما شاء الله حاجات اصناف وانواع كتيرة كده حلوة. احنا برضو يعني فرحة حلوة بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنفرح عيالنا ويتعودوا برضو ان يبقوا عارفين ان دي حاجة كويسة. يلا بقى ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايكات كتير يا جماعة، والمتابعة والمشاركة. انتم مقصرين معانا كده كتير قوي، يا ريت بقى تتابعونا وتخليكم معانا وتشوفوا احنا النهاردة يومنا هيمشي ازاي. هنا كان طبعا كنت طلبت منه ان اصور كده وهو وافق وقال لي عادي ممكن تصوريني. هنا بقى بيقول لي الملبن ده معمول له من جمل، يعني بيقول لي بقى اللي بيشرح لي يعني الحاجه اللي جواه، في بعين جمل وفي بندق. هنا طبعا ده الحاجات الناشفه، احنا يعني مش بنملها قوي، يعني كل اللي انا جبته لو لاحظتوا يعني حاجات طريه ومش كتير برضو، لان طبعا احنا لسه نعتبر لسه في الحر، والنمل طبعا ماشي معانا حلو قوي. هنا الحاجات دي طبعا كان فيها حشوات بقى مختلفة، في لوز وفي بندق. هنا المحل ده على فكرة انا كنت ماشية صدفة، عجبني ان انا اشتري منه بصراحة، فقلت اجيب منه. يعني شايفة حاجته محطوط عليها الصلاحية ومحطوط عليها تاريخ الانتاج وكده، فقلت اما ان شاء الله اجيب كده ونبقى جبنا حاجتنا برضو السنة دي. على فكرة الملبة اللي حطيتها قدامه دي ب48 جنيه لوحدها، بس غير الباقي ده. يعني الحاجة انا استغربت من اسعارها بصراحة، بس اهو يعني هنقول مرة في السنة مش اشكال، ما هو اللي يحسبها يرتاح يعني، صح ولا ايه؟ وهنا بقى كان بيوزن ويحط الحاجة اللي احنا خدناها. يلا كده يا رب ربنا يرزقنا ويرزقكم بالخير كله وتجيبوا الحلو كله لولادكم كده قلنا نفرحهم بقى، كمان داخلين على المدرسة، فقلنا نجيب لهم حاجة حلوة. برضه هيجي وقت عليكي وهو رايح المدرسة عايز حاجة حلوة او كده تديله حاجة منها، حتى بدل ما تشتري الحلويات برضه من السوبر ماركت او كده هتديله حاجة منها، يعني يحلي بيها على بال ما يرجع. انا عايزه اقول لكم ان انا لما روحت برضو يعني ما اتكلتش على يعني الصلاحيه اللي مكتوبه على الورقه وبس، او بص كان بيتكلم معايا لا انا دقت الحاجه برضو لقيتها حلوه بصراحه، يعني صبحه مش حاجه مركونه او كده، لا. هنا بقى انا كنت واخده معايا ولادي ساعتها برضو عشان يعرفوا الحاجه والدنيا ماشيه ازاي، ويفهموا برضو الدنيا معانا. على فكره هو برضو اللي طلب مني ان انا يعني اصور وانا بحاسب وكده، وهو اللي قال لي عادي. هنا بقى خلاص بقى هيرص لنا العلبه بتاعتنا، خدناها وزناها وظبطناها، ونرص علبتنا. وكل سنه وانتم طيبين وكده، ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب، وعقبال كل سنه كده نفتكرهم
ونبقى مبسوطين كده ان ايام حلوة كده بتعدي علينا ان شاء الله، وربنا يصلح الحال يا رب، وربنا يعودها علينا وعليكم كده بألف خير وسعادة يا رب كده، ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب. يعني انا بحاول كل مرة في الفيديو بتاعي ان انا اقول الدعاء ده، عشان برضو ايه يعني تدعونا معاكم كده، ما تنسوناش بالدعاء. هنا كانوا بيتخانقوا بقى مين يقفل العلبة، وكانوا عمالين يهزروا ما شاء الله، كان دمهم خفيف بصراحة. بقى ايه كنت بقول لكم ان احنا رجعنا بقى اهو، جبنا حاجتنا ورجعنا، بس ما شاء الله العلبة حلوة وكبيرة ألف ألف هنا وشوف يا رب للي ياكل، وعقبال كل سنة يا رب. عايزة اقول لكم ان انا عدى عليا يعني دي اول سنة تعتبر اجيب فيها من بالظبط 6 أو 7 سنين ما كنتش بجيب، يعني كان ظروف ما كده، فكان يعني الحمد لله ما كنتش بجيبها يعني. او ايه رأيكم بقى؟ يعني انا برضو حبيت ان انا افتح الاكياس واشوف اللي فيها، يعني انا خدت حاجات بسيطة خالص كده ودقتها بس لقيتها كويسة، عشان برضو اعرف فعلا اذا كانت صبحة ولا لا. هو كان بيقول لي دي لسه معمولة وصبحة، بس الحمد لله لقيتها كويسة، يعني على الاقل حتى عشان ما تبقاش الفلوس راحت على الارض. وبعد ما خلصت وكده يعني شلتها فوق التلاجة. ليه بقى؟ عشان النمل، طبعا النمل اكيد لازم هيزورها ويقعد معاها بقى وكده، فايه قلت ارفعها على التلاجة وربنا يستر. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تتابعونا. سلام.